بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. نترحم على سيد القائد الأعلى للقوات المسلحة العقيد معمر القذافي وكل الشهداء الأبرار من قوات الشعب المسلح والحرس الشعبي وكل المجاهدين في سبيل الله من القبائل الشريفة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. نداء من الرائد أركان حرب من الأمن القومي إلى وحدات الأمن القومي والحرس الشعبي وقوات الشعب المسلح والكتائب الأمنية المقاتلة والأمن واللواء 32 معزز والحرس الشعبي وقوات المجاهدين وأبناء الليبيين الشرفاء الأحرار. نفيدكم إننا على العهد باقون ولتحرير ليبيا لقادمون، وبدمائنا نروي ترابها الطاهر كما رووه أجدادنا من قبل، فالله أكبر فوق كيد المعتدين. نريد منكم أن ننطلق من جميع المناطق من الغرب إلى الشرق، فرجاء منكم أن تقفوا معنا ولو بالحجارة. وإن الآن أخص بالذكر إخواني في بوسليم والهضبة الذين يقاتلون ضد الجرذان وضد العملاء وضد الخونة الذين باعوا تراب ليبيا لهؤلاء الكفرة الفجرة. أريد منكم أن يكون انقضاض الأسود إن شاء الله. الله أكبر. عليكم بالتكبير بكلمة الله أكبر تخرج من قلوبكم وليست من حناجركم فقط كما يفعلها هؤلاء الجرذان. وأنا أقول وأؤكد لكم إننا على الدرب سائرون، وإننا سنحرر ليبيا أو نموت أو يفنى كل ليبي شريف قاتل ولديه وسام الشرف والعزة وهو وسام الشهادة في سبيل الله. أجدادنا استشهدوا في معاركهم ضد الطليان وعبدوا لنا حياة الكرامة والعزة. يا ليبيين يا شرفاء يا من وقفتم وقلتم لن نركع لحلف الناتو ولا للقطريين ولا للإماراتيين ولا لليهود، ها قد جهز لكم جيش العسرة، ويا رب إنه يفك العسرة ويفتح لنا أبواب النصر والتحرير. وأنا هنا أخص أمهاتنا أن تدعوا لأسودهم التي ستدخل انتحاريين ولن يخرجوا منها ليبيا بل يموتوا بها والنصر بيدهم. أو أما بخصوص اعتقال سيدي اللواء أركان حرب سيف الإسلام معمر القذافي لا يمثل إيقافه المقاومة، لا، إنما هو فرد منا، وهذا يزيد قوتنا للتحرير لا للتخاذل والانبساس مثل الجرذان. فأنتم رجال ورجال الحسم، رجال فك العسرة، يا فكاكة وحلها شدوا الرحال لربكم وقولوا يا الله كن لنا عون في نصرتنا. والله أكبر والله أكبر والله أكبر. وعاشت ليبيا الخضراء وأحرارها الشرفاء من القوات المسلحة والمجاهدين. وأقول زغردي يا أمي عندما تسمعي باستشهادي فإني عريس في جنة الخلد وعربون نصر لليبيا. ستقوم أفراد الجيش بعمليات انتحارية وقتال إلى آخر رجل يبقى لتحرير كل شاب في الأسر ولتحرير الفريق أركان حرب سيف الإسلام معمر القذافي. ولن نقبل بتقسيم ليبيا، ولن نقبل أن تكون ليبيا لليهود الكفرة الفجرة أو تكون إمارة للقطريين أو إمارة للإماراتيين أو تكون تحت سيطرة أو وصاية أجنبية أوروبية حقيرة أو تكون فرنسية مستعمرة فرنسية. من هنا لقوات المجاهدين والحرس الشعبي والحرس الثوري الأخضر والقوات الخاصة والأمن القومي واللواء 32 معزز وأفراد الشعب المسلح المجاهدة الطاهرة وقوات المجاهدين والمتطوعين والقبائل الشريفة الطاهرة من الجبل الغربي إلى سبها إلى الشرق إلى الجنوب. وأخص بالذكر إخواني في أبو سليم والهضبة وجميع الشعوب وخاصة الشعب الجزائري والشعب التونسي الشريف والشعب العراقي المجاهد الذي كسر قوى الشر
في العالم وإلى الشعب السوري الذي يدافع عن وطنه وعرضه مع الرئيس بشار الأسد. أقول لكم: قفوا ضد هؤلاء الشرذام، قفوا ضد هؤلاء المرتزقة، قفوا ضد هؤلاء الكفرة الفجرة. أريدكم أن تقفوا مع ليبيا، إخواننا في مصر، إخواننا في تونس، إخواننا مدوا يد العون للمجاهدين، ولا تمدوا يد العون للكفرة الفجرة للشرذام. ها هم الآن قد أخرجوا أنيابهم وغرسوها في جلودكم وامتصوا دماءكم، فعليكم بالرد، وعليكم بأن تكونوا رجال يعتمد عليها في هذا الوقت. إلى المجاهدين الليبيين والقبائل الليبية: عليكم بالصبر والجهاد والمقاومة، ونحن معكم ولن نخذلكم، فنحن أرواحنا فداء لكم وهي رخيصة لفدائكم. أنتم يا من تربينا معكم وشربنا ماء ليبيا وصلينا على ترابها، وافخروا بأمجادكم، فإنكم أهل أمجاد. والله أكبر. وعاشت ليبيا، وعاشت ليبيا، وعاش شعبها الحر. والخزي والعار للذين هم جرذان ويختبئون خلف اليهود الكفرة الفجرة الذين لا دين لهم، ومن يفتح أبوابهم للقطريين والإماراتيين حتى ينهشوا عرضهم. تركتم لأولادكم العار إن كان لكم أولاد، وتركتم لعائلاتكم العار إن كان لكم عائلات، وتركتم لقبائلكم العار إن كان لكم قبائل، فلعنة الله عليكم. وأقول لإخوان المجاهدين الذين هم الآن في ساحات الوغى يقاتلون وهم يستبشرون بالجنة وبنصرة ليبيا وتحريرها: عيون المجاهدين وإن جار عليها الزمان فلن تستكين أبدا ولن تئن، عيونها ملء الإيمان والتقوى، شعارها الثائرين لها سكن، عيون قد أرغمت بجهادها طغاة أرادوا النيل من هذا الوطن. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا وتنصر الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا وانصرهم واخذل أعداءهم. لك الحمد يا رب العالمين يا قيوم السماوات والأرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. اللهم بك اعتصامنا وقوتنا واعتمادنا. اللهم انصرنا، اللهم انصر جيشك، جيش العسرة. اللهم ولا تخذلنا فأنت قوتنا وأنت عتادنا. اللهم ببركة القرآن وبدعاء المجاهدين اللهم انصرنا وارحمنا إن استشهدنا، وألحقنا برسولك والشهداء الأبرار. اللهم بك اعتمادي وعليك مرادي، فإنا عباد أدلاء بين يديك، وإن بلغت قوتنا عنان السماء فنحن أحقر أن نكون بدون طاعتك أقوياء. اللهم لا تجعل لنا غلا على المؤمنين، واكتب لنا شرف الرجال الشهادة، وألحقنا بهم غير خائفين، وثبتنا في ساحات الوغى عند ملاقاة العدو، وأنزل علينا السكينة وثبتنا بقوة القرآن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعاشت ليبيا، وعاشت ليبيا. الله أكبر، الله أكبر. إلى الأمام، إلى الأمام يا قوات المجاهدين.